هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في قناة البنات. في الاول كده عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا يا بنات على فكره. حاساكم بقيتوا صحابي كده، وحاسه ان احنا اخوات. وبحب جدا لما بتبعتولي بتسالوني عن حاجه وانا اقدر ان انا اجاوب عليها بافاده ليكم يعني. بكون مبسوطه جدا. يا رب تفضلوا كده دايما متابعيني وتحبوني، وميرسي جدا ليكم. النهاردة الفيديو يا بنات هيكون عن شوية حاجات كده للمطبخ. هوريكم منها دلوقتي أول حاجة. بصوا كده يا بنات، ده كاس كده، هو كاس كبير. شوفوا حجمه قد ايه، يعني حجمه كبير جدا. الكاس ده عجبني جدا شكله. بصوا كده. شوفوا جاي شكله كده والقاعدة بتاعته كبيرة، وجاي من هنا، يعني عايزة اوريكم التفاصيل كويس. الكاس ده شفته عجبني جدا. جبت منه كمان واحد. هو بيتباع كده كان بالقطعة، فانا حبيت ان انا اجيب كمان واحد منه اهو. ده التاني. الاتنين شكل بعض. ده جبته علشان خاطر اعمل فيه الترايفل. آه، يكون شكله حلو لو عندي عزومة مثلا او حاجة، هيبقى شكله حلو جدا على السفرة ساعة لما اقدم الحلو. الترايفل طبعا اللي انتوا عارفينه ان هو بيبقى كيك كده، وبتحطي بقى صوصات او كريم شانتيه او اي حاجة، او قطع فاكهة معاها. فبيبقى شكله حلو جدا. وبتغرفي منه بقى في قلب اطباق صغيرة. فده بيكون شكله حلو جدا في العزايم. وكمان ينفع ان انتي تعمليه كديكور. ممكن تحطي فيه شمعة كده من جوه، وتقديها او حاجة، يبقى شكله حلو جدا. فحبيتهم جدا وجبتهم. انا متهيألي كان الواحد كان بحاجة وستين. طبعا انا جايبة الحاجات دي من فترة، فانا مش فاكرة قوي الاسعار. فسامحوني بقى معلش. دي كانت اول حاجة كده. آه، جبت بقى يا بنات الطقم الكوبايات ده. دي ماركته. متهيألي اسمها اوكن او حاجة كده يعني. ثواني افتحها لكم. ده كده يا بنات شكلها هادية جدا، يعني عسولة خالص، رقيقة جدا يعني. اهو ده كده شكلها. جبت لها بقى حاجة هوريها لكم دلوقتي. هو طبعا الطقم ده بيكون 6 قطع كده. هوريكم دلوقتي جبت معاها ايه. جبت معاها الدورق ده. بصوا شكله حلو قوي قوي قوي، عجبني جدا بصراحة. دي كده القاعدة بتاعته، وهو كده ده شكله. وبيجي كده اهو، يا رب يكون باين. ودي ايده كده يا بنات، شكلها حلو قوي. جبت معاه، يعني خليت ان هو يكون زي طقم كده. حاسه شكله قريب شويه من بعض. فقلت ان انا ده يبقى حاجه حلوه كده، يعني شكلها كانه طقم. فحبيت ان انا اعمل الحركه دي. فبرضو انتوا حاولوا ان انتوا لما تجيبوا طقم كوبايات عجبكم ما كانش مثلا معاه الدورق بتاعه او حاجه، انكم تليقوا عليه دورق يكون شكله شيك وحلو. فحبيت ان انا اقول لكم الفكره دي. اشيله بقى كده. جبت كمان يا بنات طقم الكوبايات ده. بصوا شكلها عامل ازاي، حلو جدا جدا، كله بارز على فكرة. على فكرة في الكوباية، يعني في نوع من نوع الكاسات. شكل الكوباية دي كنت لاقياه وكان شكله حلو برضو. فدي كوباية كده للشاي. شكلها لذيذ قوي. هما برضو 6 قطع. دي شكل العلبة بتاعتها اهي. سوري يا بنات، انا مش فاكره الاسعار. وحتى لو قلت لكم الاسعار يعني لو نزلتوا تسالوا عليها هتلاقيها طبعا غلى، لان الحاجات دي انا جبتها كلها مع بعض وقبل ما الحاجات تغلى، فسوري معلش. جبت كمان الطقم ده يا بنات. طقم كده كوبايات بالدورق بتاعه. هفتحه لكم بقى ثواني.
ده كده شكل الدورة. هو لومينارك، ماركة لومينارك. آه، هو بيجي شكله كده برسومات كده، وهو مطفي يعني. حلو جدا، شكله جميل اهو. والكوبايات بقى بتاعته، ثواني بقى اجيبها لكم. دي الكوبايات بتاعته، شوفوا شكلها هادي جدا. ولما تحطوا بقى فيها العصير في الفراغات دي كده هيبان من الرسمة، فهيدي شكل حلو قوي اهو يا بنات. آه، بيجي بقى ست كوبايات ومعاهم الدورق زي ما انا وريتكم. ثواني بقى هفتح في هنا علبة هفتحها واجيلكوا ثواني. ده يا بنات كده الطقم، مش طقم كوبايات، 3 قطع كده هو للعصير. بصوا انا حبيته جدا طقم الكوبايات ده. ثواني افتح لكم واحد. بس ده كده شكله يا بنات، بصوا رقيق جدا جدا وحلو قوي. آه، يعني على فكرة بقى انا عايزة اقول لكم على حاجة. الكوبايات اللي هي الطويلة دي بيتجاب لها طقم بقى من اللي هو الشاليمو، اللي هو بيبقى شكل بيبقى ليه اشكال كده وملون وحاجات كده، هتلاقوه في اخر العنقود او في محلات 2.5. علشان خاطر ده بيبقى طويل جدا، فان انتوا تحطوا فيه الشاليمو هيبقى احسن. ف... فحبيت يعني ان انا اقول لكم كده. هو بيبقى شاليمو كده، بيبقى شكله فيه اشكال وبيبقى شكله حلو قوي. ده ميد ان ايطالي، حلو جدا وشكله لذيذ كمان. ده 3 قطع يا بنات اهو. جبت كمان العصارة دي. العصارة دي كده، ده شكلها. هي ستانلس ستيل، حلوة جدا. اهي بتضرب في الإضاءة. حلوة قوي. نوعها هي ب50 جنيه. ف اهي يا بنات. ده بيكون شكلها كده. حابه ان انا اقول لكم حاجه، يا ريت في الحاجات دي ما تجيبوش الحاجات الرخيصه. يعني في منها يعني اسعارها بتكون رخيصه، بلاش. لان مع الوقت بتلاقوها صدت، وده غلط طبعا. يعني غلط على الصحه، وكمان يعني هتزعلوا ان انتوا دفعتوا فيها فلوس وفي الاخر باظت. فهاتوا حاجه تكون سعرها يعني غالي شويه، بس هتعيش معاكم مش هتصدي. فبرضو دي نوعها حلو. جبت كمان طقم الكوبايات المعيارية. لما بقى افتحك، طبعا كلكم عارفينه، وفي انواع اكبر من دي كمان، بس يعني ده كويس يعني. حلو يعني وشغال. ده بيكون شكله كده، وبيبقى مكتوب عليه طبعا تمن ربع نص كده يعني. ف فبيكون شكله كده. بس يا بنات، ده كان فيديو النهارده. عرضت لكم فيه شويه حاجات كده، يا رب يكون فيها فكره او تكونوا مثلا استفدتوا مني بحاجه بسيطه، او قلت حاجه مثلا جديده. فيا رب يكون الفيديو حلو وتكونوا حبيتوه. وبحب اشكركم جدا يا بنات، وبحبكم جدا. ويا ريت اي بنوته لسه اول مره تشوف فيديو ليا، يا ريت تعملي لايك وسبسكرايب. ويا ريت تتكوا او تضغطوا على رمز الجرس اللي جنب السبسكرايب، علشان يوصلكوا اي فيديو بعمله على طول. هقول لكم باي باي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني جديد، ويكون في حاجات تانية احلى واحلى. باي باي.